والانطلاقه لانيستا، انيستا وبجانبه ميسي، ميسي 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 ميسي، الله 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 الله، يا سلام يا ولد، يا روعه، يا رائع انت، يا مخلص، يا تمام انت، يا تمام، يا كره ذهبيه، يا ممتع، يا جميل. في الدقيقه 44 تاتي التمريره، تاتي الطبعه، تأتي البصمة الأساسية لهذا الفريق الكبير مع قلوب البرشلونيين كلها، يضعها في مرمى ريال بيتيس، ليس لأنه هدف مهم ولا هو هدف أيضا خارق، بس لأنه هو هدف من ليونيل ميسي. شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا كيف أعطاها الغمزة واللمسة وهمست في المرمى، همست للمرمى أنا قادمة، همست في المرمى أنا قادمة، أنا كرة يسارية ليونيل ميسي في الدقيقة 44 يسجل هدف رائع من الإبداع، ويسجل هدف مميز جدا للبلوغرانا، هدف أول يتوج تماما شوط أول مميز، لن أقول شوط فيه سيطرة. جزافي مقطوعة من دفاع ريال بيتيس، لكن هنا تأتي المقطوعة أيضا من ماكسويل وديفيد فيا، أمامية وممتازة في محاولة التسديد، تأتي أيضا أمام المرمى، جول 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 جول، هدف ثاني، هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني في الدقيقة 17. ومن هو من يسجل؟ لا تسألوني من، فهو ليونيل ميسي في الدقيقة 17. ليونيل ميسي يملك الحلول وحتى الكرات الصعبة تسهل له، والهدف في الدقيقة 17. هذه إعادة، كرة قطعها ماكسويل ثم جاءت لديفيد فيا ثم إلى ميسي، ميسي حاول يضعها أولا ووضعها ثانية، مرت من تحت حارس المرمى وكانت أيضا بعيدة عن المدافع اللي حاول سد الثغرة هناك وسد الزاوية اليمنى، وبالفعل تأتي إلى الزاوية البعيدة، يتركها بيدرو، يطمن عليها بيدرو، يطمن إن هي كرة مين؟ كرة الحبيب العزيز، كرة صاحب الكرة الذهبية، صاحب اللمسات الرائعة اللي يسجل بهدوء، بيدرو يتركها لتسجل في المرمى. كرة في محاولة في الأمام، لا وجود التسلل للميسي مع الثلاثية للميسي، بالفعل مع الثلاثية للميسي، وهدف مع الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة. ثاني كرة وانطلاقة في الأمام، والحلول تأتي من ليونيل، واللي حاول بشدة في شوط المباراة الأول أن يكون بعيدا عن أي ضغوط، أن يكون بعيدا عن أي أهداف، ولكن هنا تأتي يا عيني يا جزافي، يا عيني يا جزافي، وكأنه رد أيضا بأنه خلاص الجائزة تبعت ميسي هي لجزافي، وجائزة جزافي هي لإنيستا، والثلاثي ثلاثي البلوغرانا الرهيب هو من يمتع ويسجل ويقدم على طبق من ذهب، يقدم سهرات كروية رائعة. سهرة اليوم ليلة الخميس انه سيلعب بنفس الاسلوب، بنفس اسلوب برشلونة حتى يواجه هذا الفريق. كرة ملعوبة ولا وجود التسلل، دانيال ألفيس يتقدم، دانيال ألفيس محاولة، دانيال ألفيس يمر ويسدد، تعود الى دانيال ألفيس، الرابع في الدقيقة 31. هذه المرة تأتي الكرة من بيدرو رودريغيز، الهدف كان قادم ناحية الفناشو في عدم، وهي هو جزافي، هو ما في غيره، ده صاحب القدم اليمنى، صاحب ال30 سنة الرائع، يمرر كرة إلى دانيال ألفيس، دانيال أيضا عمل كبير، صد حارس المرمى كاستو ومررها مرة أخرى إلى بيدرو رودريغيز اللي يتقبل الهدية بصدر رحب كبير ويسجل في المرمى بروعة أيضا في وجود المدافع، لكن لا مدافع ينفع، لا حارس ينفع، ده برشلونة، والتسجيل من بيدرو رودريغيز ابن كاتالونيا الكبير وابن كاتالونيا النجم الرائع بهذا، وهو يؤشر. يمرر كرة عرضية أيضا، محاولة من إبراهيم أفيلاي للناحية اليمنى، يتقدم معها ليونيل ميسي يمرر كرة ممتازة عند رياس انيستا يحاول انيستا، كرة عالية والرأسية إلى المرمى، سيدو كيتا. ما هذا؟ ماذا يحصل في المباراة؟ إنها الروعة، إنه الجمال، وإنه حتى يعترض، والخامسة وسيدو كيتا يسجل في المرمى. هذه إعادة، هذه كرة إدرياس انيستا. شوفوا كيف وضع الكرة، وضع بعيدة عن الكل، بعيدة عن حارس المرمى، بعيدة عن المدافعين، الكل كان توقع أن يعيدها في الناحية اليمنى هناك لأحد من اللاعبين القادمين من الخلف، لكنه رفعها وضعها وضع لرأس سيدو كيتا. روعة، أداء مميز للبلوغرانا، صمد